رعت سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الإعلامية الثانية بالأقلام نحارب الدخان، وكذلك المؤسسات الحاصلة على شهادة منطقة خالية من التدخين الذي نظمته مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. التدخين هذه الظاهرة السلبية التي تفشت في مختلف المجتمعات، وهذا الشبح المرعب الذي بات يهدد الصحة العامة وانتشاره بين البالغين في مجتمعنا الأردني، والذي بلغت نسبته 32% بمعدل 55% بين الذكور و8% بين الإناث. تفاجأت أيضا لعدم وصول مجتمعنا لإدراك مفهوم الحرية والمسؤولية في موضوع التدخين، فعندما يشعل أحدهم سيجارة في مكان عام فإنه بهذا لا يتخذ قرارا شخصيا بالتنازل عن صحته الشخصية فحسب، بل يتخذ قرارا قسريا بسلب حرية الآخرين من غير المدخنين بتنفس هواء نقي خال من الدخان، مع أن الكل يعلم بأن حريته تنتهي عندما تبدأ حرية الشخص الآخر. المسابقة الإعلامية جاءت كمبادرة وطنية من مؤسسة ومركز الحسين للسرطان لحشد الطاقات والتعاون مع مختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص لنشر الوعي بمضار التدخين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وتوفير بيئة صحية خالية من التدخين. إن تبني تلك المؤسسات خيار عدم التدخين في أماكن العمل لم يكن وليد الصدفة ولا بدافع الحصول على هذه الجائزة، بل كان نتيجة لما لهذا الاختيار من فائدة مباشرة على صحة العامل وبيئة العمل وحق الفرد في تنفس هواء نقي، مما ينعكس إيجابا على القدرة والجودة الإنتاجية. التدخين آفة خطيرة تهدد حياة الإنسان، وتشير الأرقام إلى أنه المسبب الأول ل85% من سرطانات الرئة ول40% من مجمل السرطانات، ويعتبر مسؤولا عن 50% من الوفيات بين الأردنيين بسبب السرطان وأمراض القلب والسكري وأمراض الرئة. الحفل تضمن عرضا لأحد الزملاء الإعلاميين عن تجربته الشخصية في الإقلاع عن التدخين ومكافحة السرطان وآثاره الإيجابية على صحته وأسرته، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الإعلاميين الفائزين في المسابقة. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني.